تحية لكم في كل مكان وأهلا بكم مشاهدينا لمرافقتنا جولة جديدة لأبرز المقالات التحليلية للصحف الدولية هذا اليوم. بقي الشأن السوري خبرا أولا في صحف الأحد، حيث تابعت تغطية أخبار التظاهرات وأعمال التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون في سجون أجهزة الأمن، كما سنعرض بعد قليل. الشأن الليبي هو الآخر حظي بمتابعة خاصة بعد الإجماع الدولي الذي خرجت به قمة الثماني حيال وجوب تسريع رحيل القذافي. أما الشأن اليمني فاقتصرت تغطية الصحف له على تقارير إخبارية. نستهل مقالاتنا التحليلية بالتطورات التي شهدها الملف السوري وشهادة الصحفي الجزائري خالد سيد مهند التي نشرها في صحيفة لوموند الفرنسية تحت عنوان في معتقلات بشار الأسد. خالد روى في المقال معاناته في معتقل المقر العام لجهاز الاستخبارات في كفرسوسة طيلة 25 يوما، حيث تعرض للضرب والإهانة والتعذيب. التفاصيل تروي كيف دخل خالد إلى سوريا في بداية شهر إبريل الماضي لتغطية أخبار الاحتجاجات، وفي التاسع منه اقتيد من مقهى في باب توما بدمشق على يد 7 عناصر أمنية إلى مركز عسكري، حيث أخضع لتحقيق أولي. بعدها سيق إلى معتقل في مقر عام الاستخبارات السورية في كفرسوسة، حيث تعرض للضرب وهدده أحد المحققين باقتلاع قلبه من صدره إن لم يجب على أسئلة المحققين. ويروي خالد أنه من أول لطمة على وجهه سقط جسر أسنانه الاصطناعي من فمه، كما وضع سجنوه أسلاكا كهربائية على أنحاء مختلفة من جسده لترويعه، وكلما كان يجيب على سؤال كان المحقق يضربه وينعته بالكاذب، كما عرض عليه التعامل مع الاستخبارات كجاسوس، لكنه رفض. وبعد تحقيقات متكررة معه ساقوه إلى الزنزانة الرقم 22، حيث أصبح اسمه في المعتقل وفقا لرقم زنزانته. وفي السجن التقى خالد عشرات الموقوفين من المعارضة، وقد بدت عليهم آثار التعذيب نتيجة مشاركتهم في احتجاجات، وقد أفرج عنه بعد 25 يوما إثر إضراب عن الطعام وفقا لما جاء في الصحيفة. افتتاحية لوموند بدورها تطرقت إلى معاناة الصحفي خالد سيد مهند، مشيرة إلى ما تعرض له من ضرب وترهيب، وجاءت تحت عنوان سوريا أبواب الرعب الموصدة. الافتتاحية انتقدت أيضا وبشدة الأساليب التي يستخدمها النظام السوري لقمع المعارضين، وخلصت الافتتاحية إلى أن نظام الأسد يريد معاقبة وإذلال وترهيب كل سوريا لمنع حصول أي تغيير في البلاد. في الشأن الليبي نشرت صحيفة الأوبزرفر اللندنية تقريرا لفتت فيه إلى أنه في حال فشلت مهمة السلام التي يقوم بها رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما مع القذافي، فإن مروحيات الأباتشي البريطانية ومروحيات تايجر الفرنسية ستواصل قصفها لمراكزه وقوته. الأوبزرفر لاحظت أن استمرار القصف من شأنه أن يطيل أمد النزاع ويعرض قوات الناتو لمزيد من الانتقادات التي يشير بعضها إلى عدم التزام الناتو بالتفويض الدولي الذي ينص على فرض منطقة حظر جوي على ليبيا من دون الإشارة إلى تغيير النظام. أخيرا، ومع انطلاق المعرض الدولي لمدينة بوردو الفرنسية أمس، والذي يستضيف في فعالياته جناحا خاصا للتحف المصرية، نشرت صحيفة أوجوردي تحقيقا عن الموضوع أشارت فيه إلى أن المعرض يضم 300 نسخة مقلدة من تحف مصرية أصلية محفوظة في متحف القاهرة، ويستمر لغاية 5 يونيو المقبل، ويشهد على حقبة أبرز 3 فراعنة حكموا مصر القديمة، وهم أخناتون وتوت عنخ آمون ورمسيس الثاني. مع هذه المشاهد نكون قد وصلنا بكم مشاهدينا إلى ختام هذه الجولة. شكرا للمتابعة، نلقاكم.